ماذا لو سقط أو تفكك الجيش المصري؟ بص يا سيدي، أول حاجة كده هيحصل أعمال شغب كتير قوي في سينا، وبالتالي هيصعب السيطرة عليها، وده هيخلي دولة أو الكيان يدخل يحتل سينا تاني من جديد. لأن ساعتها الجيش مش هيبقى فيه جيش أصلا، لأنه يبقى حصل فيه عملية تفكك وحصل جوه انهيار وبلاوي سودة، فبالتالي مش هيبقى عنده المقدرة اللي هو يرد على التدخل أو العدوان اللي هو موجود في سينا، خصوصا مع ازدياد أعمال الشغب في سينا أو ازدياد أعمال الشغب جوه الدولة نفسها. فهو هيبقى غير قادر على تأمين سينا أو التأمين الوضع الداخلي، لأن هو في حالة تفكك. نيجي بقى كمان على الوضع الداخلي في الدولة نفسها، هيحصل انقسامات داخلية وهتنتشر أعمال الشغب وهتنتشر جماعات وهتنتشر عصابات، وكل ده هيؤدي لفوضى عريمة. فبالتالي الاقتصاد هيقع، لأن الجيش فيه يعني داخل في جزء كبير جدا من موضوع الاقتصاد. وده كمان هيخلي إسرائيل تتمدد وتاخد القناة، لأن القناة هتبقى مياه دولية، وبالتالي هي هتكون مسيطرة على سيناء، فهتطلب اللي هي تاخد القناة وهي اللي تحرك حركة الملاحة فيها. وبالتالي الجيش هيبتدي يسقط أكتر وأكتر، والاقتصاد هيفضل يقع أكتر وأكتر لحد ما يظهر حركات انفصالية تانية جوه البلد نفسها، سواء بقى مسلمين أو أخوة مسيحيين تانيين. وبالتالي هيبقى في أعمال تهريب كتيرة جدا، لأن مش هيبقى في ضبط للحدود سواء بقى البحرية أو البرية. وده هيدي فرصة كبيرة جدا لدول تانية تدخل كل حتة في البلد، اللي هتبقى ملطشة، يعني في أي حد عايز يدخل هيدخل. وبعد كده الدول اللي هتدخل هتبتدي بقى تضطر اللي هي تنظم الدنيا تاني وتعمل جيش تاني، بس هتخلي اللي ماسك الجيش ما هوش مصري. نرجع تاني بقى زي ما كانوا الأتراك هم اللي كانوا بيبقوا كبار القادة، والضباط المصريين رتب بس صغيرة، ويبتدوا يحكموا تاني في مفاصل الدولة، ويبتدوا يحكموها عن طريق السيطرة على الجيش. عشان كده لو احنا بنلاحظ حوالينا هنلاقي الدنيا خربانة، كانت خربانة من ناحية الضرب والتفجير، وفي نفس الوقت ازدياد الحركات اللي هي الانفصالية أو التفجيرات والكلام ده، زائد بيضغطوا عليك أو بيضغطوا علينا بالمية. بص، من كل الجوانب طول ما انت واقف وماسك، فده صعب انه يحصل. ده باختصار شديد جدا يعني ماذا لو تفكك الجيش المصري. ان شاء الله في مرة جاية نتكلم طب ماذا لو جه الأمر بالتحرك، الجيش المصري هيعمل ايه. بس كده، سلام عليكم.